بسم الله الرحمن الرحيم. اللواء وحيد الأقصري. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. لا أستطيع أن أعبر لكم عن سعادتي الغامرة اليوم في وجودكم رغم تأخر هذا التواجد منذ 16 سنة، ولكن وجودكم الآن يكفيني. هذا الحكم الذي يتم التعتيم عليه من الإعلام الحكومي الرسمي سيخرج إلى النور رغما عنه بكم أنتم ستدفعون بهذا الحكم إلى النور. الحكم الصادر في الطعن رقم 16846 لسنة 54 قضائية من المحكمة الإدارية العليا، والذي أيد حكم القضاء الإداري بإلزام الحكومة المصرية باللجوء إلى المحافل الدولية ومن بينها الأمم المتحدة ومجلس الأمن للقصاص من إسرائيل على ارتكاب الجرائم التي ارتكبها ضباطها وتعويض أسرانا عن هذه الجرائم. لم يحدث من قبل أن صدر حكما مثل هذا في مصر، وكنت أنتظر أن تتكاتف المنظمات الحقوقية التي تنادي بالعدالة وتكافؤ الفرص وحقوق الإنسان، كنت أنتظر منها أن تهلل وأن تفرح بهذا الحكم، ولكن قد تكون هي في بيات شتوي لأن الحكم قد صدر في الشتاء. إنني أناشدهم وأقول إن الضمير المصري بصفة خاصة والضمير العربي بصفة عامة يأبى عليكم ألا تتحركوا ثأرا لدماء أبنائنا الذين يعتبروا تاجا فوق رؤوسنا. وأقسم بالله أن بيادة شهيد واحد ومصاب واحد فوق رأس شخصي. آسف. أنا آسف. يا إخوان، حين نفرط في كرامتنا أفضل لنا أن نفرط في أرواحنا. حين يكون هناك من يرضى بالذل والهوان، حين يكون هناك من بيننا مسؤولا أو غير مسؤول لا يفتخر بأن الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان بكرامته وشرفه وعزته، إن كل من لا يرعى ذلك خائن، حاكما أو محكوما خائن، يجب أن يحاكم. ما الذي دفعني لذلك؟ إحساسي كمصري لم آخذ مليما واحدا من أي مخلوق، وطوال عمري على ذلك تحملت من أجل كرامة المصريين، لأن بلا كرامة لا وجود لنا. هم يفعلون ما يريدون بنا ونحن نرضخ، نستسلم، نركع، نقول لهم لماذا يبدون أمامكم عظماء؟ لأنكم راكعون تنظرون إليهم من أسفل. نخشى من أمريكا
نخشى من الغرب لا نخشى من الله الذي قال قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. لو كل منا آمن بما أمرنا الله به لكنا أشداء على أعدائنا رحماء فيما بيننا، ولكننا للأسف أشداء فيما بيننا تابعين لأعدائنا ولسنا رحماء بأعدائنا. يا إخوان، أنا بعلن أمام حضراتكم ومن حزب مصر العربي الاشتراكي إن أنا بدعو إلى إعلان يوم 21 يناير يوم صدور هذا الحكم، يوم الهولوكوست العربي على يد اليهود كما فعلوا معنا، وأطالب وعلى مسؤوليتي لمن له ضمير بمحاكمة الإعلام الرسمي الحكومي في من يمثله وهو رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون التي لم تأبه أن تتحرك لكي تدافع عن شرفنا جميعا. وكما قال أخي الدكتور محمود، الإعلام كله هلل قبل المباراة وحزن بعد المباراة. أما دماء المصريين، أما أرواح المصريين فلا مقياس لهم. فأي خزي وعار نحن نعيشه الآن. إنني أطالب السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية بما أوصى به تقرير هيئة مفوضي الدولة في هذه القضية. قال ويمكن عن طريق الجامعة العربية باعتبارها منظمة إقليمية معترفا بها لدى هيئة الأمم المتحدة وقائمة على ذات الأهداف والمبادئ الدولية أن تتقدم بطلب للأمم المتحدة للتصويت على قرار إنشاء محكمة جنائية خاصة لمحاكمة مجرمي الحروب الإسرائيلية في الوطن العربي، مصر، سوريا، لبنان، فلسطين، الأردن، لا سيما وأن عدد الدول العربية والإسلامية في الأمم المتحدة يبلغ 58 دولة، وأن الكثير من تلك الدول لها تأثيرات سياسية واقتصادية على دول أخرى. ده مش كلامي، ده كلام القضاء المصري. أيها الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنت عربي، أنت مصري، أنت مسؤول عن كرامة الأمة العربية، أنت خاذلت عنها، لا تستحق هذا المنصب. ويا رؤساء الأمة العربية ويا حكام هذه الأمة، أنتم جعلتم منا فريسة ينهجون لحومنا لأنكم لا تقدرون على الوقوف على قلب رجل واحد، لا تريدون الاجتماع، لا تريدون الاتحاد. هل سمعتم بن غوريون سنة 56 حينما قال في الكنيسة الإسرائيلي إن أخشى ما أخشاه أن يخرج من هذه الأمة العربية من يستطيع توحيد صفوفها فذلك سيكون نهاية إسرائيل. ألم تسمعوا ذلك؟ أصابكم الصمم تبحثون على كراسيكم التي سيمخر فيها السوس وتنزلون إلى قبوركم يأكلكم الدود. ماذا ستقولون لله سبحانه وتعالى الذي قال لكم واعتصموا بحبل الله جميعا؟ ماذا ستقولون؟ يا رب كنا خائفين من أمريكا ولا تخشون الله. قابلوا عذاب الله والعياذ بالله. كل منا يجب أن يعمل لإرضاء ضميره، كل منا يجب أن يعمل لإرضاء الله أولا سبحانه وتعالى. بغير ذلك لا يمكن لنا أن نتقدم. صدقوني أنا أعمل أقصى ما عندي، أقصى ما في وسعي لهذه المرحلة الصعبة وهي مرحلة تنفيذ الحكم، ولكني لا أستطيع وحدي الآن لأن الأمر في منتهى الصعوبة. صدور الحكم
أيسر من تنفيذ الحكم. من الذي سيقوم به؟ الشعب المصري. الشعب المصري هو الذي سيجبر مسؤولين على تنفيذ هذا الحكم. فإن أرادوا الكرامة فنحن معهم، وإن أرادوا المذلة فنحن ضدهم. أشكر حضراتكم على الاستماع. بارك الله فيك يا سيادة اللواء.